إذن متابعينا الأفاضل، أهلا وعدنا لكم من جديد. إذن محاكاة أخرى من محاكاة بيس نشاهد هذه المرة واحدة من أفضل كذلك المحاكاة. سنشاهد مباراة للتاريخ، مباراة سيحكمها الصراع التكتيكي، مباراة ستلعب على جزئيات وتفاصيل صغيرة. سنشاهد معا أي فريق سيقول كلمة في هذه القمة. لذلك لا تنسوا مشاركتنا توقعاتكم، أي فريق سيفوز وأي فريق تشجعون اليوم. أكيد مباراة لن ستلعب على تفاصيل وجزئيات صغيرة. كل فريق أكيد سيعمل من أجل الفوز ولا شيء غير ذلك. إذا بداية قوية للغاية، ولكنها بدون خطورة تذكر إلى حد هذه اللحظة. إذا لا تنسوا كتابة لنا ماذا تتوقعون في هذه المحاكاة. نشهد أهدافا كثيرة أم نشهد مباراة صامتة؟ إذا هذه أولى الكرات التي سنشاهد معا. هل يستطيع الفريق الوصول إلى الشباك أم لا؟ رائعة هذه الكرة، رائعة، ولكنها الحارس وجد حارسا رائعا يتواجد في المرمى. إذا أكيد هذه المباراة ستشهد ندية واضحة، وتفاصيل وجزئيات صغيرة قد تكون حاسمة، مثل هذه هنا وهذه أولى الأهداف، خطأ فادح للغاية. إذا هدف مبكر جاء عكس تيار مجرى المباراة، حيث أن خطأ بسيط كلف الفريق الخسارة. نعم، هنا اللاعب أو الدفاع لم تكن هناك رقابة جيدة للغاية. إذا تقدم مبكر يربك حسابات الفريق هنا وهناك. ما رأيكم؟ هل نشهد تغيرا في اللعب أم أننا قد نشهد فقط مناورات بدون عنوان؟ إذا المباراة أكيد كما شرط سابقا يحكمها تفاصيل وجزئيات صغيرة. أحيانا الفريق لا يستطيع تقديم ما يمكن تقديمه، يصعب الأمر على زملائه. إذن كما أشرت سابقا، هذه المباراة تبدو صعبة للغاية، خصوصا بالنسبة للفريقين. كل فريق يلعب من أجل الفوز ولا شيء غير ذلك. الفريق الخصم فريق قوي، يبدو بأنه أتى من أجل كسب النقاط الثلاث ولن يتنازل عنها. وكرة وتمريرة رائعة، ولكن حارس المرمى كان له رأي آخر. هذه واحدة من الكرات الرائعة، ولكنها للأسف لم تنتهي في الشباك. إذن هل تكون الكرات الثالثة حل من الحلول؟ هذا سؤال مهم للغاية. هي كذلك كانت حل من الحلول، كرة ثالثة وفي الشباك. نعم، تقنية نفذت بإحكام ووضعت داخل المرمى. إذا تعديل الكفة لم يتأخر كثيرا، لكنه في الآن نفسه يحسب للمهاجم هذا الارتقاء الرائع. إذا محاولة تحسب أكيد للمهاجمين، عادوا من أجل الفوز.
إذن في مثل هذه المباريات كما أشرت سابقا تلعب على جزئيات وتفاصيل صغيرة. في هذه اللحظات يبدو الدفاع الفريق الخصم مرتبك للغاية. يبحث عن المهاجم، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم، فرصة للتسديد. نعم، واحدة أخرى من لمسة المحاولات مثل اللمسة المميزة التي يكتفي كادت بدفاعا أن عنيدا. تقدم يا له الجديد من كرة للفريق. ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. يعني مثل هذه المباريات تكون صعبة، ولكن على الأقل كل فريق يلعب من أجل تقديم تمريرة أفضل ما سيئة لا لديه. تصل إلى اللاعب. أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم، ينجح في المرور، يرفع كرة. إذا تسديدة في اتجاه المرمى. هدف آخر هدف يأتي لمصلحة عكس اليوم وربما مجريات إلى المباراة. هدف من خطأ فادح في وسط الدفاع. هنا الكرة يا كانت، لها من متعة. هنا هذه الدفاع هي الكرة يتفرج المجهولة، على الكرة. كرة ليس لها ويمكنك أمان، ليلة غير أن تكون من عادية. المتفرجين وأنت تلعب الكرة في توضع في منظومة أفضل دفاعية مكان. حارس محكمة مين يا للغاية. عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها. تم خطأ فادح كلف ينجحون في الفريق التقدم للأسف بنتيجة واحدة من بفارق هدف وحيد. أسوأ الأخطاء، لأن هدف التقدم جاء بعد تعديل الكفة وصارت النتيجة يحاول متعادلة. تمريرها من بين المدافعين، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم والتسديد. نعم، خطأ يا آخر، كيف لا وأن إلهي، الفريق الخصم عرف الطريق إلى المرمى. جول. إذا عرف الطريق إلى المرمى أكيد سيصل مرة وسيصل أوه، مرتين يعيشون وربما أوقات يصل رائعة. كذلك ثلاث، هدفين ثم بعدها متتاليين في ينهار فترة الفريق. وجيزة جدا. للأسف كرة لا الأخطاء يمكن أن تضيع. البدائية تكلف الفريق الكثير. إذا تتغير النتيجة تقدم بشكل بهدفين سيء مقابل إلى هدفين. أسوأ بالنسبة هدفين للفريق. أضيفوه هنا في الملعب يبدو بأن محاولة النتيجة لبناء لم الظاهرة. تكن متوقعة، وبالتالي كما نلاحظ ارتباك واضح في الدفاع. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. لأن الفريق الخصم عرف متى يهاجم، فهو يلعب على الهجمات المرتدة السريعة، ولكنه في الآن نفسه لعب من أجل الفوز وبدون الكثير من بأقل هجوم أو بأقل تكلفة ممكنة. يفضل إعادة الكرة إلى الخلف.